يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الجمال والحب والروقان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده قلنا نروح نقعد في كافيه ونقعد نفطر الصبح بدري، وخدت البنات ورحنا جليم باي دوت مجمع كافيهات في نص البحر. مجمع بقى كذا كافيه واسامي، وهو بصراحة كبير جدا. في اسامي كتير من الكافيهات ومطاعم. حلوة قوي. ده اول دور، ده دور اول ما تخشي كده. في بقى الكافيهات اهو، برضو تبقي قاعدة ناحية البحر. قلت لا نطلع نقعد فوق عشان خاطر نبقى شايفين البحر اكتر يعني. فطلعنا اول حاجة، طلعت فوق في دور اول ودور تاني. انا حبيت اختار اخر دور علشان خاطر ابقى شايفة شايفين مساحة البحر اللي احنا شايفينها، عشان كده ابقى شايفة البحر قوي. بصراحة مكان رائع حلو جدا. انا دخلت بابلو، قلت هفطر هناك. بصراحة الفطار كان حلو، وهتشوفوا معايا دلوقتي. بصراحة المكان رائع وحلو جدا. مفيش مصيفين بقى والدنيا هادية. لكن طبعا لو في مصيفين مفيش اي مكان فاضي خالص. اهو دخلت بابلو. قلنا ان احنا نفطر. الفطار بيكون من الساعة 8 لحد الساعة 11 ونص كده، يعني ما بيطولوش. بعد كده بقى خلاص بيكون كافيه وبس، وفي غدا في عشاء، في كل الحاجات دي يعني. اهو بصراحة المكان رائع رائع رائع. ده الفطار. الفطار كان طعمية وبطاطس محمرة وبتنجان، بيض مقلي وجبنة كريمي وبالطماطم، وفول بالطحينة والخضار، وفي سلطة متقطعة، وفي عيش اهو، بطاطس والفلفل، وده الخضار، وازازة مية، وده العيش. احنا طلبنا عيش تاني بقى عشان جات بس الفطار ده حلو على قدنا قوي يعني، لان انا طبعا يعني يعني ممكن تجيبي وجبتين لو حد كبير معاكي، لكن وجبة واحدة لو انتوا 3 بس. آم، كده. وكمان كان في شريحة فطير وعسل، واهو بصوا. البيض بصراحة انا ما بحب شكله من ايد اي حد، بحب شكله بره. الطعمية يعني ما عجبتنيش قوي عشان كانت يعني كبيرة، مش مستوية قوي من النص. مش عارفة، هي ما عجبتنيش قوي. بس الفول كان حلو والجبنة كانت احلى، والفطير والعسل كانوا حلوين، والعيش كان حلو جدا. مش كل حاجة ممكن تعجب الواحد بره يعني، على حسب ما هو بياكل وتذوقه للأكل. بس بصراحة كان يوم كان حلو قوي يعني. حلو حلو يعني، بصراحة تغيير جميل. وبتهيألي الوجبة دي كانت عاملة 55 أو 60 حاجة كده. حلوة برضو مش غالية. وكمان الفول بصراحة كان حلو جدا. ما كانش وحش. هو البيض بس ما عجبنيش قوي. اهو كده خلاص خلصنا فطار، سيبنا البيض، سيبنا الطعمية
ما كلناش كل الحاجات علشان خاطر اكتفينا بالفول يعتبر بس يعني والجبنة. دي شريحة الفطار ده كله كده كان ومعاها علبة 55 مربى جنيه او صغيرة 60، وشريحة جبنة مش متذكرة وطحينة قوي وعسل. يعني، بس علشان خاطر احنا طلبنا حاجة تانية يعني. ف بصراحة الجو كان تحفة يعني. سيبكم من ان الفطار يعجبك او ما يعجبكيش، المكان كان رائع. هنا بقى انا نزلت ورحت مكان تاني في نفس المكان، يعني رحت كافيه تاني في نفس المكان. قلنا نطلع نشرب اي حاجة ونغير المكان، يعني ده المكان التاني اللي احنا كلنا فيه. لكن المكان ده هنقعد بقى كده ونروق على نفسنا شوية. طبعا انا طلبت كوباية نسكافيه، والبنات طلبوا اناناس فريش، وحد طلب اوريو، وطلبنا مولتن كيك ووافل. ما لقيناش وافل، فجبنا واحده مولتن كيك، بس بصراحه هو تقيل يعني، مولتن كيك تقيل جدا، ما عنديش حد بيقدر ان هو يكمله لوحده يعني، وانا ماليش في المسكرات قوي. فقعدنا فوق وكلنا وانبسطنا، بصراحه كان يوم حلو جدا، وده منظر البحر. هنا ممكن اي حد يقف يتصور عادي. هنا خلاص احنا كنا خارجين وطالعين. بصوا عشان خاطر احنا لسه بالنهار، فالمكان بصوا شايفين التمثال حلو ده، علشان احنا لسه بالنهار فالمكان لسه هادي يعني. لكن كل ما بتخشي بقى كده على العصر و... وبالليل المكان بيتزحم. بصراحة هو صيف شتاء فيه ناس، واي حد بيقدر ان هو يدخله. كده خلاص احنا كنا خارجين، وقلت اصور لكم كده لاني ما صورتش وانا داخله من عند النافوره دي، فقلت اصور لكم المنظر بيبقى عامل ازاي. وكمان هناك كان في زي مسابقه كده، مش مسابقه، كان في ان كل الكوافيرات كانوا عاملين خصم 50%، فوقفوا اتكلموا معانا وتاخدي هديه اهو. هناك البنرات بتاعتهم اهي، وتاخدي هدية وكده يعني. فوقفنا واديناهم وادونا رقمنا، رقم لينا يعني، نكون نقدر نروح بيه اي كوافير احنا عايزينه. وبتقف يعني تتكلمي معاهم شوية اهم، هما دول. كده خلاص احنا كنا خرجنا. طبعا جليم باي على طول يعني تمشي شوية تلاقي سان ستيفانو. سان ستيفانو ده كده كان قدامه، يعني احنا كده ماشيين كده داخلين كده على سان ستيفانو. حتى الخضار الجميل الرائع ده برضو كده خلاص كنا داخلين عليه. هو قريب مش بعيد خالص. بصوا شايفين، طبعا سان ستيفانو بيكون ليه بحر الناحية التانية، يعني ده الفندق مثلا بتعدي الناحية التانية عشان تروحي البحر. ده كده كان من بدايته اهو. الفور سيزون هو اللي ليه البحر كده. بس شايفين منظر السما، تحسي ان انتي قريبة منها جدا يعني.